آه، انتوا عارفين الفيلم اللي هو يوم من يازي صحي نيازي وقولوا له مانيش عارفه ايه اللي حصل، هو يوم من يازي صحي نيازي وقولوا له تعالى اتفرج عليها بقى وهي بتعمل الاكلير. تعالى اتفرج يا اخويا عليا وانا بعمل الاكلير، بالحركات والتكات بقى والمناظر والحاجات الرهيبه دي. على فكرة الحمد لله مش كله باظ، لا في بعد، في كام واحدة بس كده اللي انتوا زي ما انتوا شايفين، والباقي الحمد لله كانوا كويسين. بس هو لزق، لزق مني، مع ان المفروض اي حاجة فيها زبدة ما تلزقش، هو لزق حاجة بسيطة يعني من تحت، بس يعني تمام. انتوا عارفين بقى اليوم اللي انتوا بتصحوا كده من النوم تحسوا كده ان اليوم ده مش يومكم. صراحة يعني الطلبية او الاوردر ده كان غريب قوي. في اوردر يعني اول ما امسك فيه ما شاء الله تلاقيه متسهل 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 كل حاجة كده. بس اليوم ده كان غريب، كل حاجة كانت بتبوظ بطريقة رهيبة والله العظيم. انا كنت واقفة في المطبخ كل حاجة بتنهار حواليا، كومة مواعين، مواعين في كل مكان، انا مش بعمل اي حاجة وما لحقتش اعمل اي حاجة ومش عارفة اخلص ومش عارفة اصلح حاجة. المهم تعالوا كده نشوف، نبدأ اول حاجة بالاكلير. انا عاملة نص مقدار من الاكلير وعمل معايا كمية كويسة. لو انت مثلا هتعملي مطلوب منك اكلير بكمية بسيطة فاعملي المقدار ده. المقدار ده نص كوباية من الزبدة وكوباية من المية وكوبايه من الدقيق. بتحط الزبده والميه الاول لحد ما يبداوا يغلوا، بعد كده تنزلي عليهم بالدقيق وبيبدا ايه بقى ايه توطي النار كده، وتفضلي تقلبي كده بالراحه كده بمزاج عشان الدقيق بتاعك يستوي. والمفروض في الخطوه دي تحطي مقلعه من السكر ورشه من الملح بصراحه، بس انا نسيت فحطيتها بعد كده. بس المفروض يعني تحطها في الخطوه، تفضلي تقلبي 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 لحد ما تلاقي عمل قشره كده من تحت، زي قشره من تحت كده، معناها ان هو خلاص الخليط بتاعك تمام والدقيق بتاعك استوى وكله تمام. بعد ما بتخلصي الخطوة دي بتسيبي العجينة بتاعتك دي تهدى على جنب خالص، تهدى وتطلع كل الحرارة اللي جواها عشان بعد كده نكمل بقية الخطوات مظبوط وصح. الأكلير على قد ما هو تحس ان هو مكوناته سهلة، بس صعب، اللي هو السهل الممتنع. جبت بقى 3 بيضات وحطيت عليهم رشة من الفانيليا السايلة ومعلقة خل. الفانيليا السايلة دي أحلى حاجة لزفارة البيض. بعد خلاص ما حطيت الخليط اللي هو بتاعي على جنب، العجينه بتاعتي على جنب وهديت خالص، شغلت بقى عليها العجان. زي ما أنا قلت لكم كنت نسيت السكر والملح، حطيته في الخطوه دي ونزلت بالثلاث بيضات، بس بيضه ببيضه، واحده بواحده لحد اول ما تختفي اقوم هنزل التانية لحد ما خلصت كده الثلاث بيضات بتوعي. واتاكدت ان هم اتضربوا العجينه كده تمام. حطيتها في كيس الحلواني وكانت بتنزل بكل سلاسه وكل سهوله، وكانت عجينه طريه وجميله جدا جدا لحد كده، والموضوع كله تمام ومفيش فيه اي مشاكل. خلاص دخلته بقى في الفرن على درجة حرارة عالية اول 25 دقيقة، وبعد كده تلت ساعة تانيين على درجة حرارة واطية. يعني مثلا تشغليه على اعلى درجة حرارة في الفرن، وبعد كده تقلبيها مثلا على درجة حرارة 180 زي تسوية الكيكة. تمام. وما تطلعهوش من الفرن نهائي خالص لحد ما يبرد، والفرن بيقدر يبرد تماما. تمام تمام. نيجي بقى المونو تورتايه دي مقاس 16 على فكرة، حلوة جدا تكفي من 4 ل 5 افراد، حلو جدا. والقطعة ما شاء الله جميلة وعالية، فهي حلوة قوي قوي. انا عملتها بربع كيلو دقيق سبونج وثلاث بيضات وربع كوبايه من الميه ومقلعه محسن جل ومقلعه خل، وضربتهم بالمضرب. وبعد كده حطيتهم، قسمت بقى الخليط في حله مقاس 16 اللي هي اللي انا بعملها معاكم دي، وحله تاني مقاس 12. فالحله اللي هي مقاس 12 دي حشيت منها الكونو كيك، ومقاس 16 عملتها كده منه تورتايه لوحدها. عملت بقى الحشوات بتاعتي زي ما انتم شايفين، الكريسبي والصوصات والكريم شانتيه الخام بتاعي، حطيت عليه كريم باستري بيمسك الكريم شانتيه ما بيخليش يسيح قوي، في نفس الوقت بيديله دسامه. بالنسبه بقى للاكلير فانا حشيته كريم باستري وكريم شانتيه، بس بصراحه ما صورتش الخطوه دي لان ما كنتش هنزل الفيديو، حصل معايا حاجات كتير وحسيت ان هي غلط كده كنتش هنزل الفيديو. بس انا كنت حابه ان انا اسيبه ذكرى عندي على القناه عشان ان شاء الله اما اكمل في الموضوع في مشروع الحلويات بتاعتي، وكل ما واكبر فيه باذن الله باذن الله، افتكر اليوم ده وافتكر اللي حصل معايا وافتكر ان انا قابلني حاجات ما صلحتها، باظ مني حاجات وعرفت ان انا اصلحها وسلمت الاوردر بتاعي والحمد لله. السينابون انا مصوره لكم على فكره والله فيديو لوحده، بصراحه طريقه السينابون دي رهيبه رهيبه جميله قوي قوي قوي، عجينه طريه وهشه والصوص بتاعها طعمه تحفه، اللي انت عايزه تاكليه لوحده بجد جميل قوي قوي قوي. هنزل لكم ان شاء الله طريقه السينابون دي في فيديو لوحدها بالهدوء خالص والتكات بقى، واوريكم الصوص بتاعي، بس عشان انا كنت مضطره ان انا اعمل كذا صنف في اليوم، فبصراحه ما كانش عندي الوقت ان انا
يعني ايه اصوره؟ شايفين الحادثه اللي حصلت للكيكه؟ الكيكه انهارت. انتوا عارفين لما بتكون كيكه حاطين كيكه ايه، هتكون بنايه وبتقع، بجد الكيكه انهارت. المفروض ان انا متعوده ان انا بعد ما اجلس التجليسه الاولى بحط الكيكه بتاعتي في الديب فريزر ساعة كده تقوم تشد عشان اعمل بقى التجليسة التانية. مجرد ان انا بحطها والله يا بنات انهارت، وقعت مني. بقيت انتوا عارفين ان انا عايزة اعيط، ما عنديش وقت ان انا اعمل كيكة تانية، وما عنديش وقت ولا عندي خامات ولا خلاص. مش انا زي ما قلت لكم ان انا لما بيجي لي اوردر بجيب الحاجة على القد بالظبط عشان تكون الحاجة طازة ومطمنة ان الحاجة طازة ومش مركونة، وبجيب من حد الحمد لله مضمون وكده، وحاجته على طول فيها سحب فمبقاش حاجة مركونة عنده. فانا هعمل ايه دلوقتي؟ فقلت بس انا خلاص هحطها، سبتها في التلاجة حقيقي، سبتها في التلاجة، ورجعت كده اما هديت ظبطتها بقى بالكريم شانتيه، جلستها حلو، والحاجات اللي هي وقعت ظبطتها والحمد لله جلستها، وعملت الجناش. حتى الجناش يا بنات والله انا بعمل الجناش بيبقى الحمد لله كويس جدا. اليوم ده الجناش كان مغرز مش عارفة ليه. طبعا انا زينت الاكلير بتاعي، بس كان نفسي مسدوده بصراحه ما جبتوش. ان شاء الله هصور لكم الاكلير في فيديو لوحده، ونشوف كل حاجه يعني براحتنا خالص. ان شاء الله هنزل لكم الاكلير في فيديو لوحده. عادة انا زينته بشوكولاته سما متسيحه بس على حمام ميه، وبرده الشوكولاته البيضه دي متسيحه على حمام ميه، وتمام كده. الكون كيك الحمد لله مصوراه لكم في فيديو لوحده ونزلته امبارح. طبعا بقى الدريبات ما كانتش مظبوطه بتاعه الشوكولاته. انا قلت اهم حاجه يكون طعمها حلو، فقمت لفاها بورق فاكيوم وشريطه ستان، ادتني شكل احلى. وكمان حلو، احلى حاجه في البوكسات ان انتوا تكوني عامله المونيتورتات بتاعتك او كده لفاها فاكيوم، بحيث ان اي حاجه جنبها خبطت فيها ما تبوظش شكل التورتايه، وهي شكلها بيبقى حلو وانت مجلساها، وحشوها حشي كويس، ومزيناها تزيين كويس، وكل حاجه تمام. وده كان بقى الشكل النهائي بعد الحوادث، وبعد انتوا شايفين المطبخ كان عامل ازاي. وبكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى. ما تنسونيش